السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا معانا بقى المسقعة الجميلة السهلة السريعة. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة. معايا طبعا بتنجانتين بطاطسيتين قرنين فلفل حراق ورومي. هقطع بقى البطاطس مكعبات زي ما انت شايفة كده، والبتنجان انزل بقى بمعلقة نشا او دقيق المتواجد عندك على البتنجان كده واقلبه كويس تمام عشان اغلف في البتنجانة بتاعتي. خلاص انا بقى هنا معايا زيت كتير كده في طاسة سخن جامد جدا، فقمت نازله عليه بالبطاطس زي ما انت شايفة. خلاص اسيبها بقى تاخد لون ذهبي حلو كده، بقلبها بقى كده عشان ايه اجيبها من تحت لفوق عشان اخد اللون اللي انا عايزاه. هنا بقى خدت اللون الذهبي الجميل زي ما انت شايفة. اجيب بقى طبق واطلعها عليه. خلاص انزل بقى بالبتنجان بتاعي الكمية بقى كلها كده. خلاص طبعا متغلفة بالدقيق بقى او بالنشا، طبعا مش هتشرب زيت خالص معاكي. هنا بقى خد اللون الذهبي الجميل ومش شارب زيت خالص زي ما انت شايفاه كده. خلاص برضه هبتدي اطلعه عشان انزل بقى بالفلفل بتاعي زي ما انت شايفة. ماشي، كام قرن فلفل حراق كده وقرنين رومي. لو مش عايزة حراق عادي. طبعا هنا خلصت الفلفل، انزل بقى بتنجانتين كده نخللهم مع بعض عشان يفتحوا النفس جنب المسقعة. على قرنين فلفل بقى متقطعين حتت صغيرة. جبت بقى عندي صينية كده فيها زيت، وانزل بقى بفصين توم كده معلقة توم. افضل اقلب فيها كده لحد ما تصفر وتاخد اللون الذهبي. انزل بقى عليها بالطماطم. خلاص احط بقى على الطماطم عصير الطماطم بتاعي. احط بقى معلقتين خل كده زي ما انت شايفة بيديها طعم وريحة. خلاص بعدين بقى سنة كمون كده، ربع معلقة كمون ما تكتريش. برضو شوية كزبرة ناشفة. الملح. تمام. اقلبهم بقى كويس كده. بعد كده اغطيها واسيبها تغلي. هنا بقى عندي غليت كده. ماشي زي ما انت شايفاها، يعني دخلت في مرحلة التسبيكة زي ما انت شايفة. خلاص هنا بقى كانت سبكت جامد. انزل بقى عليها بالبطاطس والبتنجان والفلفل. خلاص واقلبهم بقى كده واغطي بقى عليهم واسيبهم بقى يكملوا سواهم كده، ياخدوا غلوتين في الطماطم عشان تشرب منها. واخلي انا بقى طبق البتنجان بتاعي. طبعا هنا بقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. متنسوش بقى يا جماعة اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.